أهلا يا أساطير. النهاردة معانا حكاية جميلة جدا، أتمنى تعجبكم وما أطولش عليكم. ويلا نبدأ الأنمي. تبدأ الحلقة وبنشوف إيك لما اتحدى جيس، وبنشوف إن إيك هو اللي بيكسب، وبيقوم مكتف جيس. فجيس بيقول له إنه من زمان أوي الشياطين والعفاريت متحدين وبيحاربوا البشر، ودي متعتنا الوحيدة. بس من ساعة ما جت ملكة الشياطين الأخيرة، وهي مش سامحة لهم يصطادوا البشر زي ما هم عايزين، وكل حاجة بخطة. وبيقول له الإيك يتعاون معاهم هو والباقي اللي ضد ملكة الشياطين. بس إيك بيرفض، وبيقول له إنه أكيد عمل كده بسبب حاجة تانية. ساعتها سيفيرو بتيجي وبتعمل سحر قوي على جيس وبتعذبه عشان ينطق. فإيك بيقول لها تطلع من الموضوع ده وهو هيعرف بطريقته. فبتشيل سيفيرو سحرها، بس بنلاقي إن جيس لونه بيتغير وبيموت، وبيطلع إن الجيش اللي هو متعاون معاه هي اللي سممته عشان ما يقولش حاجة. فسيفيرو بتقول له يقول اسامي اللي متحالف معاهم، وهي هتنتقم له منهم بنفسها. فبيقول لها الاسم وبيموت بعدها. فبتحب هي وإيك على قصر الملكة الشياطين، وبيقولوا لها إن الخاين هو باسترو قائد الفرقة رقم 3. فبتجيب ملكة الشياطين باسترو وبتخليه يكرروا الكلام اللي هو قاله تاني قدامه. فسيفيرو بتعيد كلامها من تاني، فبتقول ملكة الشياطين لبستو يدافع عن نفسه، لكن بس بيتهم إيكو سيفيرو بالكذب، وإنهم قالوا كده عشان عايزين يعزلوه من منصبه ويستولوا هم عليه مش أكتر. فسيفيرو بتتعصب من اتهامه ليها وبتكون عايزة تتخانق معاه، بس ملكة الشياطين بتوقفها وبتقول لها تهدى، وبتقوم قايلة للبيستي وإنها كانت شاكة فيه من زمان، وحاسة إن كان بيخطط من ورا ظهرها، وإنها مصدقة كل كلمة قالتها سيفيرو. بس برضه سيفيرو لازم تتعاقب على إهمالها، لأنها سابت بيستي ويخطط ضدهم من البداية. وبتقول لها إنها يتابع لقانون الشياطين، فلازم يحصل مبارزة ما بين سيفيرو وباستيان، في اتنين غلطانين واللي هيكسب هو اللي هياخد العفو. وبعدها بتروح سيفيرو وإيك على أوضة في القصر، وسيفيرو بتجهز نفسها وبتبعت لها ملكة الشياطين تفاصيل المبارزة. وهي أن لكل واحد فيهم عدد معين من جيشه اسمه جيش العرايس، وهي قسموا فرقتين وكل واحد فيهم مسؤول عن الفريق بتاعه، والكسبان هو اللي هيخلص على الجيش التاني. فيك بيستغرب وبيقول لها ان الملكة كان ممكن تخليه تتبارز انتوا الاتنين قدام بعض وخلاص. فسيفيرو بتقول له ان الملكة عايزة تختبر خبرتهم قدام، وبتقول له باقي ان مسموح لهم يحطوا بديل ليه ويحضر المعركة ويتحكم في الفريق، وبتعين ايكو وبتخليه يروح بدلها عشان مهاراته في القيادة احسن منها بكتير، وبتأمنه على حياته. فبيروح ايك على المكان اللي هيعملوا فيه المبارزة عشان يشوفه ويشوف العرايس، وبياخد جيرو معاه. وايك بيقول له ان كل العرايس دي قوتها متساوية، وان اللي هيقوي العرايس دي صح هو اللي هيكسب بعدها. وبيقول له يلا نرجع عشان يستعد لان المبارزة ميعادها بيقرب. وبيقعد ايك في القصر بتاعه يفكر وبيعمل خطط عشان يعرف يكسب، بس مش بيكون عنده حلول كتير. فبيروح مع ساتي وبيسأل له قدامك خناقة هتتصرف ازاي. فساتي بتقول له ان عمرها ما اتخانقت قبل كده ولا تعرف شكل الأسلحة، وان الحاجة الوحيدة اللي تسمع عنها هو القوس الصغير اللي بيخترق الدروع. فايك بيقول لها فكرة كويسة. بعدها بثواني بيجوا له فكرة، وهي ان يعمل مسدسات عشان تخترق الدفاعات والدروع. وبيحس انها فكرة كويسة لانه متأكد انها مستحيل تيجي على بال باستو. وبعدها بيكون ايك خارج ورايح على اوضته، بس فجأة ملكة الشر بتظهر قدامه وهي مش لابسة القناع. فبيروح متوتر جدا ومش بيبقى عارف يتصرف ازاي، وبيلاقي ان ملكة الشياطين بترمي قدامه الأسلحة اللي كان عايزها، تطلب منه يكسب في المعركة. فبيقول لها انه مش ايك، وبيحاول ما يكشفش نفسه. فهي بتقول له انها عارفة من زمان انه بشري، لان رومبورج هو اللي كان قايل لها بس قبل ما تبقى ملكة، وانها مش فارق معاها، هي كل اللي عايزاه تبني العالم اللي فيه خيالها وبس بأي طريقة ممكنة، وعشان تعمل كده محتاجة ناس مخلصة جنبها. فيك بيطمن وبيروح يجهز الرصاص اللي هيسلح بيه أسلحته، وبيخلي الجيش بتاعه اسمه فيرتو بتساعده وبتجيب له البارود. وسفيرو بتصنع الرصاص لحد ما بيعملوا كمية مناسبة منه. وتاني يوم بيكون ميعاد المبارزة، وبيتقابلوا في الفريقين قدام بعض وسط جمهور طويل عريض بيتفرج. وساعتها ايك بيعلق على جيش باسيو لأنه بيبقى لابس دروع من الفولاذ اللي مش بيخترق. فبيستيان الملكة هي اللي جابت له الفولاذ ده، وبيقول له ان شكل الملكة عايزاني اكسب. فيك بيستغرب لان الملكة عملت معاه نفس الكلام وجابت له الاسلحة، فمش بيفهم هي عايزة ايه بالظبط. وبيقرروا يسألوها بعد المبارزة ايه اللي هتحصل، وبتبتدي المعركة. وبيبقى جيش باستا هو اللي بيهاجم وبيخلص على شوية من جيش ايك،
وده لأن إيك بيدافع بس. لكن مع أول ضربة من السلاح الكل بيتفاجئ كده بيكون إيك اللي كسبه بس هو اللي هيموت، فبتنزل ملكة الشياطين وبتقول له يعني أنت خسرت، وبتدي له خيارين، وهو إنه يموت نفسه أو إنها تخلص هي عليه، لحد ما في واحد بيضرب عليها سهم من ورا، بس إيك بينبهر وبتعرف تتفادى السهم. لكن بعدها على طول المكان بيتملى بالتفجيرات، وبمجرد ما التفجيرات بيروح بنلاقي إن باستا وعمال يقول إن الملك الجديد، ومرة واحد مش بنلاقي ملكة الشياطين موجودة، وجيش باستيان بيدخل وبيخلص على الكل، وباستيان بيقول لإيك إنه يجي معاه ويبقى في صفه عشان يبقى هو الملك. ساعتها هيسيب إيك عايش وهيرجع لمنصبه في الجيش، بس إيك بيقول له إن هو مستحيل يبقى معاه واحد زيه، وبيقوم عامل سحر وبيخلص على الموجودين، وبيستعمل إيك كمية كبيرة من قوته وسحره لحد ما بيخلص على الجيش باستيان. وكله ساعتها باستيا بيستغرب من قوة إيك عشان خلص على جيشه كله، بس بعدها بثواني باستيا بيقول لإيك إنه نسي حاجة، وهي إن الجيش بتاعه من الجثث يعني ميتين أصلا، وأكيد يعني مش هيموتوا تاني، وبيقوم مصحيهم وبيرجعوا زي الأول وبنفس العدد، بس إيك بيكون تعب، ده غير إن في واحد بيرمي عليه سهم بينفجر جنبه وبيتعب اكتر، فبيبدأ يفكر انه لو كمل بالطريقة دي مش هيستفيد حاجة غير انه هو هيتعب نفسه لحد ما هو يموت، بس بتيجي له فكرة وبيقوم ممارس عليهم سحر اسمه سحر الموتى، فبيختفوا بسرعة ومن قدامه وبيرجعوا عالم الموت اللي هم كانوا منه اصلا. اما الجزء التاني من جيش باستيا اللي بيبقوا من العفاريت، فسيفيرو بتقوم بالواجب، واول حاجة بتعملها بتروح للعفاريت اللي عمال يرمي عليهم اسهم من فوق وبتخلص عليه، وبعدها بتدي إشارة للبنات عشان يقتحموا، بنلاقي إن كمية كبيرة من الشياطين اللي يعرفهم إيك برضه موجودين عشان تساعد ليليس، روتوبيا وكم واحد كمان، حتى جيرو موجود، وبيبقى كده مش متبقي غير باستيرو. فسيفيرو بتروح تقف قدامه وبتكون عايزة هي اللي تخلص عليه، بس مرة واحدة ملكة الشياطين بتظهر وبتقول لهم يستنوا، وبتقول لباستيو إنها هتديله فرصة أخيرة، هو إنه هيبارز إيك مش تفيرو، لو كسب فهتعفوا عنه ومش هتخلص عليه، وبتبقى دي الفرصة الأخيرة اللي في ستيليو لحد دلوقتي، وبتبدأ المبارزة ما بينهم، كل واحد بيحاول يخلص على التاني، وباسيان بيجيب آخره وبيهجم على إيك بكل قوته، بيكون بس باين عليه إنه أقوى شوية من إيك لحد ما إيك بيقوم عامل سحر معين اسمه السحر الأبيض، فبيقوم ممتص سحر باستيو الأسود في ثواني، وملكة الشياطين قاعدة تتفرج على اللي بيحصل، تسأل نفسها امتى إيك اتعلم السحر ده وازاي، وستيفي بتبص لايكو ملكة الشياطين وبتستغرب ان ملكة الشياطين مش عاملة اي ردة فعل. بنعرف بقى ان ايكو وهو صغير كان قاعد في مرة وشايف وردة دبلانة وكانت صعبانة عليه، فراح يسأل رومبورج لو كان في سحر يقدر يرجع بهية الوردة للحياة من تاني. رومبورج بيقول له على السحر الابيض، فيك بيقول له ان هو عايز يتعلم، ورومبورج بيبقى معترض كده شوية في الاول، بيقول ليك السحر الابيض عكس السحر الاسود تماما، لانه عشان تمارس سحر عامة لازم تبقى شيطان وتتعلمه من شيطان، وعشان تعلم السحر الأبيض لازم أن يكون في قلبك رحمة، ودي حاجة شبه مش موجودة في الشياطين. وبيقول له إن هو لو علمه السحر لازم يوعده إنه ما يعملوش قدام حد عشان ما حدش يشك فيه ويؤذيه، فإيج بيوافق ورامبورج بيعلمه، وبعدها إيج بيبطل يفتكر اللي حصل وبيقوم معتذر لبرج في سره وبيعمل السحر الأبيض تاني وبيخلص على بس هو اللي بيكسب، وساعتها الكل بيدخل يهنيه وبيقوموا فرحانين بيه قوي. فبتقول له ملكة الشياطين وبتقول بما ان باستيو مات ومفيش حد قال الفرقة التالتة دلوقتي فيها عينك انت مكانه، وبتقول له انها مستنيه ردوا عليها في القصر، بتقوم ماشية، فبيروح سيفير القصر ملكة الشياطين، وهناك سيفير وبتبقى متضايقة وبتقول للملكة انها تكون القائدة بتاعت ايك وهي اللي تحدد هو يروح فين وامتى، فبتطلب من ملكة الشياطين انها تسمع قرار ايك، فبيقول لها ايك شايل القناع بتاعه بيقول قدام الملكة ان هو هيرفض طلبها، ده لانه مشغول في ايفالياس، وبيقول لها ان دلوقتي البشر والشياطين عايشين مع بعض عادي في ايفالياس، كمان بيساعدوا بعض، وبيقول لها ان هدفه اللي هو عايزه يركز عليه الفترة الجاية هو ان ايفالياس تبقى اول مدينة يعيش فيها البشر مع الشياطين من غير حروب، فبتوافق ملكة الشياطين على اللي هو بيقوله، بتسيب له حرية الاختيار. بعد ما بيمشي سيفيرو بتروح وراه وبتقول له ازاي ترفع القناع بتاعك قدام الملكة كده وانت قلت لها انك بشري، بتبقى متضايقة جدا. وهنا بتخلص الحكاية يا شباب. أتمنى في البداية تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناة، والسلام.